الحرب الإعلامية في زمن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أهم من الحرب العسكرية. أكبر دليل على ذلك تحول الملايين في العالم إلى تأييد حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة بعد مشاهدتهم عبر تلك الوسائل للوحشية والهمجية والتمييز العنصري وحرب الإبادة الجماعية اللي بتمارسها إسرائيل وجيشها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. ومن هنا وإدراكا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلاح الإعلام، قرر هو كمان أنه يستخدم تلك الوسائل وعلى رأسها تيك توك وإكس لتحسين صورة إسرائيل حول العالم، والحقيقة تزييفها. وصرح بالكلام ده علانية خلال لقائه مع مؤثرين أمريكيين في القنصلية العامة لإسرائيل بنيويورك. إذا كان الكلام ده بيؤكد مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، فهو أيضا يؤكد مدى خطورتها وكيف أنها قد تستخدم لتجميل الواقع في كثير من الأحيان. ليس هذا فحسب، وإنما أيضا لنشر الشائعات. ومن هنا بيقع علينا جميعا أننا ندعو ونساند تنمية الوعي الذاتي في التعرض لهذه الوسائل، تنمية الوعي الذاتي بانتقاء ما نتعرض له، حتى لا تلتهم الحياة الرقمية حياتنا الواقعية، وحتى لا تشكل الحياة الرقمية اتجاهاتنا تجاه قضايا بعينها، خاصة وإن عالمنا الآن أصبح مفتوح بلا رقابة أو مسؤولية اجتماعية، وأصبح من السهل تزييف الحقائق مع كثرة وسائل التواصل الاجتماعي واستمرارية التعرض لها دون انتقاء أو تأكد من الحقيقة.